مثلا عندنا طفل صغير، ودائما الاطفال ديل بريئين وحلوين، فيمكن تصيبه امه بالعين او تصيبه انت ابوه. يمكن هو طفل صغير قام يضحك ولا قام يتكلم ولا قال يا بابا ولا قال له كلمه كده طوال، وقمت ضحكته وشوفوا الولد ده، ولا وليد كده صغير فصيح شويه وقمت علقته، ما دعيت له بالبركه، اصبته بالعين. انتوا ناس البيت دي اصبتوا بالعين، بتفتكروا انه للناس الضيوف اللي بيجوا جداد وغيرهم وغيره جايز يعني، لكن اكثر ناس بيصيبوا الطفل ده بالعين وبأثروا فيه ابوه وامه، لانه اكثر ناس بينشرح صدرهم، ومع الانشراح بينسوا اشياء كثيره. ما بيدعوا للطفل ده بالبركه ثم يعلقوا، اول ما لفظت تدعو له بالبركه تبارك الله ما شاء الله، بعدك علق. لكن لو نسيت الكلام ده وعلقت قد تصيبه بالعين، قد تصيبه الان وقد تصيبه بعد يومين او ثلاثه او اربعه على حسب تفاعل النفس بتاعتك. احنا دارين نعرف غسل العين، دارين نعرف كيف نغتسل للعين حتى يصب للمريض ويبرأ باذن الله تعالى.